الشخصيات الشريره بتبقى من الحاجات كده اللي بتبقى عامله زي البهارات في اي انمي، واللي ساعات كتير بيبهرونا بالباورز اللي بتبقى عندهم. بس تخيل كده لو كان الشرير ده بيبقى اقوى لما بيبقى غضبان زياده. فهوبا بقى سكالوبا نعرف سوا اقوى 5 شخصيات شريره عندهم الباور دي. في المركز الخامس معانا جلجمش اللي بيبقى انستبابل ومحدش بيقدر يوقفه بعد كده ما الخصم بتاعه بيبتدي يستفزه، واللي طبعا من الانمي الشهير فيت زيرو. اما بقى في المركز الرابع من انمي فيري تيل فهو ساحر زرف اللي اصلا القوه بتاعته مبنيه على اللعنه اللي بتبقى مستمده كده من المشاعر اللي بتبقى عنده، فما بالك بقى لما بيبقى غضبان. والشخصيه الشريره اللي فاجئتني قوي واللي في المركز الثالث هو مدرة، وده طبعا من اقوى الشخصيات الشريره اللي انت ممكن تقابلها في الانميات، واللي طبعا في ناس كتيره بتعتبره جاد اوف شنوبي. وفي المركز الثاني واحد من الشخصيات الشريره المفضله بالنسبه لي دي فلامينجو، واللي كل ما الريش بتاعه وغضبه بيزيد بتتفرج كمان على العجب من الفاكهه بتاعته اللي اسمها سترينج فروت. وفي المركز الاول الايفل المطلق شيجاراكي اللي اصلا الباور بتاعته مستمده من المشاعر اللي بيحس بيها وبتدايركت كده على الباور بتاعته ذا باور اوف ديكي، وده طبعا من الانمي اللي في الجمدان ماي هيرو اكاديميا. تعتقد كمان من وجهه نظرك كاوتاكو كده وبتتفرج على انميات كتير، ايه هي اكتر شخصيه شريره الغضب بيتحكم فيها وبتخليها قويه وفي الجمدان؟